دلوقتي يا شباب هنتكلم عن تول اتكلمنا عنها السيشن اللي فاتت، الا وهي نوت بوك الام. تمام. هنضغط عليها، وزي ما اتعودنا هندوس على تراي نوت بوك الام. تمام. ولازم طبعا تكون مسجل بالايميل بتاعك على الموقع. تمام. هندوس هنا مثلا هنستخدم السات برضو اللي استخدمناها السيشن اللي فات. هنضغط عليها، هيظهر عندنا الواجهة دي. اولا كده معاك السورس، دي المصادر. تمام. احنا ممكن نستخدم مثلا مصدر واحد عادي جدا يعني. طب دلوقتي انا موجود معايا طبعا كل الكلام اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، الاوديو والفيديو والماب والفلاش كودز والكويز وكل الكلام والانفوجرافيك وكل الكلام ده. معانا المهم بالنسبة لنا السلايد. تمام. احنا ممكن هنا ندوس على القلم ده. تمام. هنا عندك طبعا سلايدات ممكن تكون باللغة العربية، ممكن تكون بالفارسي، بالأردو، بالإنجليش، بالأسباني. طب تعالوا نجرب كده نستخدمها بلغة مختلفة تماما عن لغتنا. ممكن مثلا نجربها بالفارسي مثلا. حلو جدا. وهنستخدمها شورت. تمام. وهنبدل بقى في الميزات اللي موجودة فيها يعني. تمام. ممكن ندوس جنريت، هيبدأ يجنريت السلايدات. تمام. حلو جدا. البرزنتيشنز هنا احنا عملنا قبل كده برزنتيشن. ده برزنتيشن احنا عملناه قبل كده. تمام. عن الثري سورس. هو هنا بيقول لك عدد المصادر اللي هو معتمد عليه. احنا خليناه في البرزنتيشن اللي احنا بنعمله دلوقتي يعتمد على سورس واحدة بس. تمام. لكن هنا هو معتمد على ثلاث مصادر. تمام. معاك بقى البرزنتيشن بالشكل ده. بصوا كده، البرزنتيشن جميل جدا واحترافي بطريقة فظيعة يعني. حلو جدا 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 جدا. تمام. ممكن هنا تعمل له مشاركة بقى مع أي حد براحتك. آه هو أنت هنا لازم بس تخليها public anyone with a link. وممكن برضو تخليها شات اونلي ولا تخليها فول نوت بوك يعني. دلوقتي انت عايز اللي تشارك معاه الرابط ده يشوف كل اللي موجود عندك على نوت بوك، ولا عايز يشوف بس الشات اللي انت بتشاركه. انا هخليه مثلا الشات بس. ممكن نعمل سيف ونيجي تاني برضو نعمل كوبي. تمام. تقدر تعمل كوبي هنا وتستخدمها زي ما انت عايز وتشاركها مع اي حد. تمام. حلو جدا. تمام. هنا برضو معاك التنزيل، تقدر تنزل السلايدات دي. بصوا كده، كده انت نزلت السلايدات دي. حلو جدا. طب انا دلوقتي عايز مثلا نشوف السلايدات دي هتشتغل ازاي. اهو بصوا كده، ده العرض بتاعها. اوكي. بصوا كده، جميلة جدا يعني، كويسة جدا 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 يعني. مثلا اهو البرزنتيشنز هتبقى بالشكل ده. حلو جدا. تمام. واحنا عملنا البرزنتيشن واحنا مش عايزينها كل ده، بس فدا يعني السيشن. تمام. فاتمنى يعني بجد تطبقوا الكلام ده عملي وتستفادوا منه يعني. حلو جدا. ممكن نطلع كده. هو لسه بجنريتنج السلايد. تمام. حلو جدا. طب ممكن نوريكم برضو الحاجات اللي استخدمناها السيشن اللي فاتت برضو. الانفوجرافيك، ده الانفوجرافيك مثلا. طب انا دلوقتي عايز مثلا اشارك الانفوجرافيك ده مع مجموعة من صحابي او حاجة. حلو جدا. ممكن اجي هنا برضو زي ما عملنا، و تخلي الاعدادات زي ما انت عايز، سواء انت عايزها خاصة ما تشاركهاش، او عايز اي حد معاه اللينك يقدر يدخل على المحتوى ده. وزي ما قلت لك هنا برضو فكرة اللي هو يقدر يدخل على الشات بس، ولا يقدر يدخل على نوت بوك الام
الداتا بتاعته كلها اللي موجودة عندك. ممكن مثلا نخليها يقدر يدخل على نوت بوك الام بشكل كامل. حلو جدا، ونعمل كوبي ونعمل سيف، وتقدر تبعت اللينك بتاع الانفوجرافيك ده لأي حد عندك في الدفعة، ويقدر يدخل ويستفاد منه بشكل رائع يعني. تمام. وهنا برضو في نقطة مهمة، ألا وهي الجود كونتنت أو الباد كونتنت. دي لو أنت عملتها جود فأنت كده حصلت على الريزلت اللي أنت عايزها، وبتخليهم يتجهوا في الاتجاه ده. الجود كونتنت والباد كونتنت دي معناها ان انت يعني استفدت من الكونتنت اللي هم عملوه، البروموت اللي انت كتبته جاب لك الحاجة اللي انت عايزها، فهم هيتجهوا في الاتجاه ده. الباد كونتنت بقى معناها ان انت عايز الكلام ده يتحسن، عايز البروموت بتاعك لما تكتبه يطلع لك نتيجة احسن. مثلا ممكن نكتب لهم جود كونتنت. حلو جدا، دي الفيدباك اللي انت بتديها ل نوت بوك ال ام. ممكن برضو هنا نعمل تنزيل للانفوجرافيك. حلو جدا. معاك برضو نفس الكلام في الفويس مثلا او الاوديو. هنا برضو Principles of business information جود كونتنت او باد كونتنت. هنا ممكن تعمل داونلود. تمام. هنا ممكن تغير السرعة بتاعة الاوديو ده، بحيث ان هو يبقى مثلا طبيعي او سريع شوية، سريع قوي، 2 مثلا اكس. ممكن تعمل له شير زيه زي الكونتنت الباقية، وتستخدمه زي ما انت عايز. بص، فيه يعني حاجات رائعة هنا. حلو جدا. مثلا ممكن ندخل هنا مثلا على الفيديو. هنا برضو تقدر تعمل داونلود للفيديو وتستخدمه زي ما انت عايز. ممكن هنا تعمل مثلا شير للكونتنت ده، ممكن تخليه الفول نوت بوك ال ام، يقدر يدخل على كل الكونتنت الموجودة عندك على نوت بوك ال ام. هنا مثلا ممكن نخليها زي ما هي anyone with a link. تمام. حلو جدا. وتعمل سيف، تعمل كوبي لللينك، بعد كده تقوم عامل سيف لللينك. حلو جدا. رائع، يعني في ميزات هنا جميلة جدا، وهتفيدك جدا يعني. ممكن نعمل مثلا مايند ماب، ده ما عملناهوش السيشن اللي فاتت. ممكن تدوس هنا وتعمل مايند ماب. المايند ماب دي اللي هي الخريطة الذهنية، دي تقدر تستفاد منها في الدراسة. تبص عليها كده وتشوف الحاجات المتفرعة منها والموضوعات المختلفة، تسهلها على نفسك في الدراسة. عندك البروجكت مثلا ومتفرع منه شوية مشاكل، تقدر تعملها بالمايند ماب عادي جدا. الفلات سكوردز دي اللي اتكلمنا عنها، اللي هي بتبقى الإجابة والسؤال. السؤال بيبقى موجود من قدام، والإجابة من ورا لما تدوس عليها آه، تروح وتيجي. تمام. حلو جدا. هو عمل سلايدات بتاعتنا، ممكن ندخل عليها. دي السلايدات اللي موجودة معانا. حلو جدا. شايف الشكل بقى اللي عمله؟ شكل يعني جميل جدا. ممكن نشوف العرض بتاعه. ده الشكل اللي موجود معاه، بصوا كده. يعني حاجة جميلة جدا، بس هو للأسف زي ما قلت لكم السيشن اللي فاتت مش كويس قوي في اللغة العربية. يعني مش أحسن حاجة في اللغة العربية، وإحنا دي تقريبا باللغة الفارسية، صح؟ حاجة شبه كده يعني. دي تقريبا باللغة الفارسية. احنا دوسنا على اللغة الفارسية. حلو جدا. طب احنا دلوقتي ممكن نعمل مشاركة للمحتوى ده. ممكن نشارك المحتوى ده مثلا مع اي حد احنا عايزينه. اصحابنا في الجامعة مثلا، احنا متشاركين في البرزنتيشن ده وهم عايزين يعدلوا عليه براحتهم. ممكن تخليها يعني فول نوت بوك، بحيث ان هم يقدروا يعدلوا. ممكن تقدر تشاركها مع اصحابك على جروب الدفعة، مثلا تشاركها مع اصحابك اللي موجودين معاك في نفس الجروب، بحيث ان انت تساعدهم وتعملوا البرزنتيشن وتعدلوا مع بعض. تقدر تعملوا حاجات كتيرة جدا. تعمل هنا كوبي لللينك ده وتطلع بقى وتشاركوا معاهم. هنا ممكن تعمل داونلود زي ما قلنا.
هنا ممكن تعمل عرض زي ما عملنا دلوقتي. حاجات حلوة جدا يعني صراحة رائعة. هنا مثلا معاك البطاقات الفلاش كاردز اللي اتكلمنا عنها، برضه اوريها لكم اهي. بصوا، اول ما تدوس مثلا هنا هتلاقي الاجابه موجوده من ورا، دوست تاني هتلاقي يرجع لك السؤال، وطبعا تقدر تعدل في اللغه بتاعتها سواء باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه. دي حاجه جميله جدا. ممكن تقلب هنا مثلا اهو، بتدوس كده بتلاقيه بيقول لك الاجابه، وترجع وبرضه بيقول لك الاجابه في 58 كوردز تقريبا. تقدر برضه من هنا تنزل الكوردز دي عندك، وهنا برضو تقدر تعمل فيدباك ليهم، بحيث انه تقول لهم الكونتنت ده عجبك او لا، ويتجهوا للاتجاه التاني يعني، او الاتجاه نفسه، ويطلعوا لك احسن نتيجة. حلو جدا. في برضو المايند ماب اهي، بصوا كده، ده المايند ماب اهو. إدارة المشاريع مثلا بيتفرع منها مثلا بروجكت مانجر، بيتفرع منها مثلا بروجكت سبونسر، سيستم اناليست، بروجكت بورتفوليو، كل الكلام ده بصوا كده. يعني حاجة يعني رائعة يعني. تقدر برضو هنا تعمل لها داونلود، تمام، من الحتة دي، وتقدر برضو تعمل فيدباك للكونتنت ده. تقدر تزود براحتك، تقدر زوم اوت مثلا، تقدر تعمل حاجات كتيرة جدا تخليه مثلا يظهر لك الكونتنت كلها. في حاجات رائعة ممكن تعملها بالأداة دي، تمام. وكويس إن احنا اتكلمنا عنها باستفاضة يعني. دي حاجة مفيدة ليكم. هنا احنا شفنا ازاي ممكن الريزلت بتاعت البرزنتيشن تطلع من نوت بوك ال ام، ودي عملناها بالفارسي. يعني انا ما ركزتش غير دلوقتي، والفارسي قريبه من اللغه العربيه، تمام. في الشكل بتاعها يعني. انا ما اعرفش فارسي الصراحه، لو حد يعرف فارسي ممكن يقول لنا. حلو جدا. ده البروجكت يعني. ممكن مثلا نقول له جود كونتنت،